السلام عليكم. قبل ما اتكلم بس عايز اقول مبروك لكل طلاب الثانويه العامه اللي شقيوا وتعبوا. ربنا يوفقكم في حياتكم، انطلقوا وتوكلوا على الله، ربنا يعينكم على اللي جاي. وعايز كمان اقول مبروك لطلاب بنجلاديش اللي شقيوا وتعبوا لحد ما بداوا طريق تحرير بلادهم من الاوغاد. ربنا يوفقكم، انطلقوا وتوكلوا على الله، ربنا يعينكم على اللي جاي. ويا ريت تتعلموا منا الدرس. اوعوا تسمعوا لاي حد يقول لكم ان شعب بنجلاديش لم يجد من يحنو عليه. اوعوا، عشان ده اول واحد هيطلع. وكمان مبروك لرجاله الاخضر على الزعيم الجديد. ربنا يعينكم على اللي جاي، ربنا يسدد خطاكم ورميكم، يا رب تفضلوا رافعين راسنا دايما. ويا ريت الساده المحنكين ياخدوا نفسهم شويه، محسسنا ان العدو كان على وشك اعلان وقف الحرب، وان محمود عباس كان خلاص هيعلن المصالحه بعد كام يوم، وان المجتمع الدولي انا شايفه بعيني وهو بيطلع حقوق فلسطين من الفريزر وسايبها تفك، وكأن الدوله الفلسطينيه خلاص كانت على مرمى حجر اهي. بس الله يسامحهم بقى، هم اللي اختاروا الراجل ده خلفا للراجل ده. روق ابو الصحاب، روق، بدها نفس طويل، خلي المعنويات عالية. وانت بقى يا ابو الصحاب ايها المواطن السيد في الوطن السيد، ايه يا نجم اخبارك؟ اخبار الفساد عندك ايه؟ ايوه طمني على اللي حواليك. اخر مرة شفت فساد كان امتى؟ الفساد اللي هو مثلا ان مصر ام الدنيا لا قدمت واجب العزاء في الشهيد اسماعيل هنية، ولا طلعت بيان نعي، ولا حتى سمحت للناس انها تصلي صلاة الغائب عليه، وكأنها ما سمعتش عن الموضوع اصلا. ما هو ده فساد. ما هو لما السلطة اللي بتحكم تبقى ما بتعبرش عن هموم الناس واهتماماتهم ومشاعرهم، وتعبر عن هموم العدو واهتماماته ومشاعره، يبقى ده فساد. لا يا صاحبي، ده مش فساد، دي تبقى خيانة. وحتى لو فساد، لا مش ده الفساد اللي بسألك عليه. انا بسألك على الفساد التاني الحلو ده، بتاع الفلوس، اللي حليح، بتاع الهبر وفتح دماغك. يعني مثلا اخر مرة رحت عملت اي مصلحة في اي جهة حكومية كان ايه الاخبار؟ كم واحد طلب منك تفتح دماغك وشخلل يا بلدينا؟ اخر مرة رحت تجدد رخصة العربية دفعت كام علشان تريح نفسك من وجع القلب ومن رزالة الموظفين والامناء بتوع المرور؟ دفعت كام علشان ما يتلككش على الطفاية ولا على الرفرف اللي اتكحت منك وانت بتركن؟ شفت فيلم عسل اسود بتاع احمد حلمي؟ شفت ازاي اتنفخ علشان يطلع البطاقه والباسبور؟ احمد حلمي نفسه اتطور وهيعمل دور المواطن الفاسد اللي رايح ينصب على الحجاج في السعوديه. فساد دولي عابر للحدود. كنا زمان بنسمع عن فساد في تخصيص حته ارض مميزه لواحد من الحيتان ولا حد من الوزراء، او فساد في تعيين ابناء المسؤولين في مناصب عليا لا تتناسب مع امكانياتهم لكن تتناسب مع السجل العائلي للبيه الصغير. فساد في تسهيل قروض من غير ضمانات، في سعر خصخصه وبيع عمر افندي ولا صدناوي. زمن الفساد الوسط الجميل. دلوقتي بقينا نسمع عن طيارة زامبيا محملة ذهب ودولارات ورايحة، نسمع عن قضية فساد وائل حنا وعضو الكونجرس الامريكي السيناتور مينينديز، ونلاقي سامح شكري وزير الخارجية السابق وعباس كامل متورطين فيها، و10 مليون دولار اتدفعوا من مصر لدعم حملة ترامب في الانتخابات. من حساب مين وتحت بند ايه؟ ودلوقتي الخبير القانوني الدكتور سعيد عفيفي بيتكلم عن فساد مبارك تاني، وعن تهريب مليارات الدولارات واطنان من البلاتينيوم. حلو البلاتينيوم ده عمد تهريب لبنوك اوروبا. فساد عابر للحدود. الكبار اللي في البلد، الساده الجنرالات حماة الوطن اللي بيطبطبوا على هذا الشعب، عندهم شركات وحسابات بنكيه بره مصر، اللي في امريكا او اللي في سويسرا واللي في جزر لا مؤاخذه العذراء. فلوسي وفلوس حضرتك هبره من هنا على هبرتين من هنا، وفي الاخر ما يفضلش غير الفتافيت، وممكن كمان ما نلاقيش. هل عشان احنا فقراء مثلا؟ لا، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. لما تفتح كتاب هل مصر بلد فقير حقا للاستاذ عبد الخالق فاروق، هتتصدم من كميه الفساد اللي احنا عايشين فيه. فساد طفح من كل المؤسسات الحكوميه، في المؤسسات الصحفيه، في وزاره الاسكان، وزاره التموين، الزراعه، الرياضه، ده الكشف بتاع بعثه مصر في الفروسيه في اولمبياد باريس 2024، اولمبياد الترويج للبسكليتات، في 11 بني ادم مسافرين على حساب الدوله، 10 اداريين وفارس واحد. متخيل؟ مسافر 11 واحد علشان واحد منهم بس اللي فعليا هيمثل مصر في البطوله، وفي الاخر انسحب. مال سايب يا ابن عمي، ناس رايحه تتفسح في فرنسا من جيبي وجيبك. الفساد اللي كان للركب من 15 ولا 20 سنه النهارده بقى هنا فاضل تكه ونغرق، وسبحان من له الدوام. لو حكيت لك عن الفساد في بلدنا يا ابن عمي مش هتكفينا حلقه، محتاجين حلقتين وثلاثه واربعه وخمسه بقى كده. إنه الدكتور زكريا عصمي. وعشت تحت قبة مجلس الشعب 23 عام سنة 87، وأنا صاحب المقولة الشهيرة اللي تؤيدون فيها الفساد في المحليات وصل للركب. وفرحان قوي.
هذا العام مطلوب من مصر سداد 18 مليار دولار. الدين العام قفز من 600-700 مليار جنيه 2011 إلى أكثر من 2.3 تريليون 3.4 تريليون جنيه دلوقتي. احنا السنة دي 989 مليار جنيه إيرادات متوقعة، منهم 817 مليار فوائد وسط ديون. يعني سلفنا لدرجة ان احنا خلينا مديونيتنا الدين العام بتاع مصر 4 مرات اللي كنا عليه في 2011، والباقي هنجيبه بالسلف برضه. والله العظيم الدكتور معيد في حالة اكتئاب دائم. اضحك لبكره، اما انا فين فيك اهو فيك اهو. والله يا دكتور مصطفى احنا محتاجين نخلي الصندوق ده نضيف له يعني دعم في فمش عارف رأيك ايه؟ حد شاب بقى يا جدعان. الميكروفون اهو يا دكتور، الميكروفون اهو، مش عايزين حجج لو سمحت. هو بس يا فندم يعني هتلاقيني ناطط في بنطلون. كان حضرتك اللي تؤمر بيه يا فندم نزود شويه عشان اللي حضرتك امرت بيه. قول يا دكتور، اتفضل قول. لا يا فندم، اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا اصل انا لو طلبت انا بطلب كتير. بفكر الدكتور مصطفى واقول يا رب لو اديتني 100 مليار دولار والله هنصرفهم. توزعهم علينا؟ لا. انت بتقول لي انه عجزنا النهارده اقل من عجزنا قبل ثوره 11؟ قدام حضرتك الارقام اهي. أصدقك وأكذب عيني. طب هنعمل ايه؟ انا بقول لكم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ تفتكر؟ استنى سعيد. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات، ده أمر غير مقبول. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ في حاجة على شعري؟ اللي حضرتك امرت بيه يا فندم في ان زياده الحد الادنى من 600 ل 1000. لا ما خلاص ده ملوش علاقة بالموضوع. بفكر الدكتور مصطفى، قلت له معاك كام؟ فقال لي أنا معايا 750. قلت له إيه؟ كام؟ أنا كنت أتمنى يكون معايا تريليون 2 تريليون دولار. توزعهم علينا؟ لا كلمني اللي بقى معاك كام؟ تريليون و2 تريليون و3 تريليون بالايه؟ دولار. ما طلبتش جنيه. لا والله ما طلبت جنيه، بتقول له يا رب انا عايز 100 مليار دولار على جنب كده. لا ما ينفعش جنيه. اللي حضرتك 5 مليار. 5 مليار. طب انا بقى الارقام دي كلها مش عجباني، كل الملفات دي تتعاد من اول وجديد. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. أنا جاية أحارب الفساد، أنا بحب الفساد. دولة من دول العالم الثالث فضلت تحت حكم واحد مستبد لمدة 30 سنة. 30 سنة بيبرطع في البلد هو وأولاده، أراضي وقصور، امتيازات، شركات، ومجلسه العسكري بياكل ومالي كرش ومبسوط. هوب تقوم ثورة، هوب الثورة تنجح، هوب يخلعوا الرئيس اللي كان طابق على نفسهم، هوب الثورة تنجح، هوب بيتبني مؤسسات جديدة على نظافة، هوب المؤسسات الجديدة تنطلق. يا صاحبي انت دماغك راحت بعيد ولا شكلها راحت قريب؟ ما لو كانت راحت بعيد كنت لقطت انا بتكلم عن ايه. خليك معايا بس وانا هميزك. في 1998 انطلقت ثورة عارمة في اندونيسيا. انطلق المارد وانفجر البركان واتخلع الرئيس سوهارتو اللي كان طابق على نفس البلد كلها من 30 سنة. راكب البلد من 1968 هو واولاده. الثورة عفرت ونجحت انها تصمد وتكمل طريقها، شوية موائمات، شوية تنازلات، وشوية مكاسب، وخطوتين 3 بالبلد لقدام بدل ما هي متكحولة وغرقانة في الفساد وعلى شفا جرف انهار. وعشان الحال زي بعضه كانت أول حاجة بيطالبوا بيها هي محاربة الفساد، وده كان أحد أهم شعارات الثورة هناك. حلو ده نجيب منه. نفتح بقى ملفات الفساد ونحقق مع المسؤولين ونرميهم في السجن وننظف البلد. حلو ده. بس مين بقى اللي هيعمل كده؟ نفس الجهاز القديم هو اللي هيحقق مع الفاسدين؟ نفس القضاء الشامخ بتاع مبارك، قصدي بتاع سوهارتو، هو اللي هيحاكم المسؤولين؟ نفس اللي ترمخوا على الفساد هم اللي هيحاسبوا المسؤولين الفاسدين؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت. الكلام ده اتقال لنا بعد ثوره 2011 وكان مفعوله كده زي مهدئ السعال وطرد البلغم. انما هناك في اندونيسيا ما استعجلوش على المحاكمات، اشتغلوا على حاجه تانية، جابوا الخيط من اوله. اشتغلوا انهم ياسسوا جهاز تحقيقات جديد، جهاز جديد متخصص في مكافحة الفساد. سيبك بقى من هيئة الرقابة الإدارية، سيبك من وحوش مباحث الأموال العامة، وسيبك من الجهاز المركزي للمحاسبات. الجهاز الجديد KPK. طب ما هو بعد ما الجهاز هيشتغل ويحقق ويتقصى ويجيب الأدلة والمستندات والشهود والذي منه، هيحول كل ده للقضاء الشامخ، وتلاقيه بيقول لهم عودوا إلى مقاعدكم مع البراءة للجميع.
خدت يا حرامي براءه والحرامي اللي هناك خد براءه ولا خلاص؟ يبقى نعمل محكمه جديده لقضايا الفساد، محكمه ملهاش دعوه بالقضايا الاندونيسي الشامخ، محكمه تيبيكور. خد بالك بس ان الموضوع ما كانش ملبن ولا زي السكينه في الحلاوه. المقاوحه والفرهده في تاسيس جهاز KPK ومحكمه تيبيكور استمرت 4 سنين. 4 سنين محدش بيتحاسب بجد، كلها مجرد انترفيو، فرهده ووجع قلب زي اللي كنا فيه، لدرجه انه سنه 2000 بعد الثوره بسنتين اتعملت لجنه لوضع القانون والهيكل التنظيمي للجهاز الجديد لمكافحه الفساد. طلعت لهم المحكمه الدستوريه زي الخازوق كده، ابطلت تشكيل اللجنه. الناس ما سكتتش، مظاهرات، قلبان في الشارع وفين يوجعك، ضغط شعبي رهيب على كل المؤسسات. عايزين ننجز الهدف ده، مكافحه الفساد، اول اهداف الثوره. وفعلا الضغط جاب نتيجه، لدرجه ان الحزب الحاكم القديم واللي كان ليه اعضاء في البرلمان بعد الثوره وكانوا حوالي 5 مقاعد المجلس الجديد، اهو البرلمان ده اللي كان كوكتيل ثورجيه على فلول، اضطر يوافق انه يمشي الاجراءات وينجز قانون جهاز مكافحه الفساد الجديد، بدل ما الشارع يولع اكتر ما هو والع ونلاقي المتظاهرين داخلين علينا قاعه البرلمان ولا واخديننا ورا مصنع الكراسي. صحيح العقبات دي اخرت الموضوع شويه، بس مش مهم، احنا نفسنا طويل وعارفين احنا عايزين ايه ومركزين، وكده كده التغيير محتاج نفس طويل، مش قاعده وقومه. هي بداوا يبصوا على اجهزه مكافحه الفساد في الدول اللي حواليهم، عايزين يشوفوا نموذج يعملوا زيه. ما خدتهمش الجلاله وقالوا احنا هنعمل جهاز اندونيسي ملوش مثيل وهناخد منك الفساد وارجعه لك صباع كفته تتغذى عليه، لا، قالوا احنا مش هنخترع العجله. بصوا على اليابان، كوريا الجنوبيه، ماليزيا، سنغافوره، استراليا، لغايه ما استقروا على تجربه هونج كونج، دي انسب حاجه لينا. وبالفعل في 2002 تم اصدار قانون الجهاز الجديد، جهاز مكافحه الفساد، تلاه التاسيس. وعشان اوريك الانجاز اللي اتعمل، الماده 42 بتنص على ان ولايه واختصاص الجهاز تشمل التحقيقات في جرائم الفساد التي تقع بواسطه المدنيين والعسكريين. واخد بالك؟ يتحكم الضابط احمد، لا مش هيحصل خلاص. المدنيين والعسكريين. ده في اخبار دلوقتي ان الجهاز هيفتح تحقيق في صفقه شراء طيارات مستعمله من قطر، طيارات مقاتله سكند هاند بقالها 20 سنه مدفوع فيها مبلغ كبير وفي شبهات فساد، وسمسار تشيكي وطيار فرنساوي، قضيه فساد في الجيش لسه طازه والجهاز هيشتبك معاها. اول قضيه فساد اشتغل عليها الجهاز كانت ضد عبد الله بوتيه. الباشا ده كان ساعتها حاكم ولايه زي محافظ كده عندنا، زي ست اللواء كده بتاع الدقهليه بتاع صور يا هيثم، صور يا هيثم. القضيه كانت عباره عن اتهامات فساد ضد السيد المحافظ، واتهامات باختلاس 10 مليار روبيه في صفقه شراء طيارات هليكوبتر من روسيا لصالح المحافظه. طيارات تاني، الباشا اختلس كام مليار في الصفقه دي بس. طب وايه يعني؟ ما احنا عندنا النظام ده برضه وعايشين يا عم اهو، نعمة وفضل. ما نسيب الجنرالات يهبروا طالما بعيد عن طيني، ماشي. الكلام ده كان قبل الثورة، كلام يقوله الإنسان الطفيلي المتعايش مع الفساد والمستفيد منه، البني آدم اللي شايف إن الطبيعي إن الباشا يسرق. لكن بعد الثورة وبعد ما أخيرا بقى عندنا جهاز مكافحة فساد، وبعد ما هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، يبقى كله يتحط على الميزان وكلنا سواسية. زي ما الموظف الصغير ما ينفعش يسرق ولا يختلس، يبقى نقول للباشا الكبير كخ، ما ينفعش تسرق وعيب تختلس. عايز اقول لك ان الجهاز الجديد اصلا ساب الموظف الصغير وركز مع البهوات الكبار، ساب الموظف اللي فساده ب 100 جنيه ولا 2000 جنيه وحطوا مبدا اسمه بيج فيش، الصيد الثمين، السمكه الكبيره. مش هنشتغل الا في القضيه اللي قيمه الفساد فيها مليار روبيه واكتر، القضايا الملياريه. احنا جهاز جديد وامكانياتنا محدوده ولسه بنلين وبنقول يا مسهل، يبقى بلاش نهدر مجهودنا في قضايا كتير من ابو قرش، خبطه بمرزبه ولا 100 بشاكوش. علشان كده الجنرال عبد الله بوتيه جه تحت المرزبه، جه على حجر الجهاز. ما انت اللي طمعت، تعالى بقى يا نجم الليل الحزين. بيقول كمان القانون ان اجهزه التحقيقات في الدوله لازم تتعاون مع الجهاز الجديد، ولا بد من اختاره باي قضيه فساد تشتغل فيها الشرطه او النيابه خلال 14 يوم من بدايه فتح التحقيقات. وجهاز KPK يختار اما انه يسيبها للاجهزه القديمه تكمل فيها، واما انهم ياخدوها يشتغلوا فيها هم، وساعتها الاجهزه القديمه تتوقف تماما عن اي شغل في القضيه دي. وبالتالي بقى الجهاز الجديد عنده فرصه انه يختار القضايا اللي هياخدها بناء على اهميتها وبناء على قدرته. صاحبي يا نجم، انت معايا ولا رحت مني فين؟ معايا يا اسطى ولا بتتفسح في جاكرتا؟ جهاز مكافحه الفساد الجديد ده بيرأسه 5 اشخاص، قياده جماعيه، بيتم اختيارهم من بين مرشحين كتير قوي، وبيتعمل اختبارات وكشف وتصفيات وكل حاجه على الهوا، ونشره الاخبار على عينك يا تاجر، لا بنشتغل في الضلمه ولا ربنا قال لي هديك البركه. بعد الاختبارات والتصفيات تروح الاسامي للبرلمان، يختار من بين الناس اللي نجحت، واخر واحد بيحط ايده في العمليه دي، اخر واحد
الرئيس هيصدق فقط على اختيار البرلمان. يعني لا هنلاقي الرئيس معين اخوه رئيس وحده مكافحه غسيل الاموال، ولا بيعزل ويعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وكمان قاده الجهاز 5، يعني لو حد عايز يضغط عليهم هيبقى صعب. دول 5، لو عايزين نرشيهم يا عم دول 5، عايزين نضرب قياده الجهاز بقول لك دول 5، عاوزين نعتقلهم يا عم دول 5. يعني اللي حصل مع هشام جنينه هيبقى صعب شويتين. المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، الذي عزله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه ذات ليلة. عايز تكمل معايا تسمع الكلام من غير نقاش. حجم الفساد في مصر. قرار العزل جاء بعد تصريحات للمستشار جنينة قدر فيها تكلفة الفساد في البلاد ب600 مليار جنيه، ما يتجاوز 200 مليار جنيه اعتداء مالي خلال العام. المستشار جنينة يحاكم حاليا بتهمة بث وإذاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النهارده اتهم النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئات قضائية مخالفات مالية تمس بعض قيادات في هذا الجهاز أو ذاك أو بعض العاملين في هذه المؤسسة أو تلك، إنهم خدوا أراضي وخدوا فلوس ومكافآت بالملايين، وقال لنا مستندات وحاجات كتيرة جدا النهارده. احنا نجيد تطبيق النصوص الدستورية أن المواطنين أمام القانون سواء، أو ننجح في إنفاذ القانون على أرض الواقع. لحد دلوقتي متزرع بالصبر. واللي يتكلم على المحكمة على طول. التعامل مع حضرتك ده كان تصرف فردي من أحد؟ لا 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 يمكن يبقى تصرف فردي، ده منهج ومخطط له. متزرع بالصبر. أنا عرفت. قلت يتقبض عليه وما يخرجش. وأعتقد أنه أصبح علم عام من هو الطرف الثالث اللي وراء كتير من القضايا التي يراد التعتيم عليها وإخفاء الحقيقة فيها. إن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء يعني. احنا زي ما انت شايف أسرة مع بعضينا. قال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر أحمد سعيد خليل إن استراتيجية بلاده لمكافحة غسل الأموال تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر. طبعا الدنيا ما كانتش ماشيه زي الحلاوه. الدوله العميقه والاجهزه القديمه قعدت ترازي في الجهاز الجديد، ما يتعاونوش معاه، ما فيش تبادل معلومات، ما فيش مخصصات ماليه، ما فيش موارد. الجهاز قال طب والنعمه لا نفضح اي حد هيقف ضدنا، واتبعوا سياسه نيمينج اند شيمينج اللي هي بالبلدي كده التجريس والفضايح. وبدل ما نطلع في الاستاد ونقول الدنيا تمام واجهزه الدوله شغاله معانا وكل حاجه ماشيه زي الفل، قال يعني عشان ما يقفشوش، لا نفضحهم. فلان مش شغال معانا، فلان طلبنا منه معلومات وما رضيش يقدمها لنا، فلان بيطرمخ على فلان، وكل ده يترمي قدام الناس في الاعلام، في الجرايد، على السوشيال ميديا. الناس هوب بتسخن، تنزل مظاهرات، الدنيا تولع. فلان اللي كان متنح ومقفل دماغه يجيب ورا وينفذ المطلوب، وكله بقى خايف يتفضح. في 2015 كان في مرشح لمنصب قائد الشرطه، جهاز KPK قدم تقرير للرئيس ان الراجل ده عليه تهم فساد وريحته فايحه، بلاش ده رئاسه. هوب الشرطه قفشت، الشرطه مقيره ومش عاجبها الحال، قالوا نلف قضيه لواحد من رؤساء الجهاز ونقبض عليه او نكسرهم ونهدهم شويه. الدنيا ولعت ونزلت مظاهرات تدعم جهاز مكافحه الفساد ضد ممارسات الشرطه وحركاتها النص كم دي، والدنيا ما هديتش غير لما الموضوع اتقفل. كان عادي جدا انك تلاقي مظاهرات بتأيد جهاز من اجهزه الدوله، مظاهرات حقيقيه، شعارات صادقه، مش ناس مأجورين بالفلوس ولا جايبينهم بزيت وسكر، علشان الناس حست ان جهاز مكافحه الفساد فعلا بيشتغل لصالحهم وما عندوش خيار وفقوس. انا عارفه الخيار بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه. الجهاز مركز على الكبار وبس، وزراء، ضباط، رجال اعمال، حتى قرايب الرئيس، كله تحت المخرطه. الناس مقتنعين انه فعلا حاجه جديده، مش مجرد تغيير اسامي، مش الامن الوطني بدل امن الدوله. ده الفقوس بقى. الناس عملت حملات جمع تبرعات للجهاز الجديد علشان يقف على رجله، عشان يعرف يعافر. ندفع من جيوبنا لجهاز مكافحه الفساد واحنا مقتنعين انه بيحافظ على فلوسنا. اللي بندفعه النهارده قرش ولا قرشين هيرجع لي ملايين كانت بتهدر يمين وشمال. الناس كانت شايفه ان جهاز KPK هو الابن الغالي لثوره 98 اللي هينقل اندونيسيا نقله تانية خالص. الجهاز اللي اتطور شغله وادائه بعد كده وبقى بيعمل اجراءات وقائيه ضد الفساد، يمنع الفساد قبل ما يحصل، يفتش على اسلوب واجراءات الشغل في المؤسسات المختلفه، حقوقك وواجباتك في كل مكان عشان ما فيش موظف يقعد يبيع ويشتري فيك. كاميرات مراقبه في المصالح الحكوميه علشان نشوف الموظف بيتعامل ازاي مع المواطن. بقى بيعمل مناهج دراسيه للمدارس والجامعات عشان نطلع بني ادم نظيف، مش بتاع فهلوه وشغل الثلاث ورقات. برامج ومسلسلات تزرع في الاطفال الضمير والنزاهه، حتى في لعب البلي في الشارع. رجلك ما تعديش الخط يا معلم، ما تخمش في الصغيره عشان ما تسرقش في الكبيره، عشان ما نلاقيش واحد طالع يقول لنا
بكره اكبر واسرقكم. ما هو العيل الفاسد ده هو اللي بيكبر شويه ويبقى شاب رياضي وفاسد، واخدها بالكتف والدراع مش بالاجتهاد والروح الرياضيه. يكبر كمان شويه يبقى موظف فاسد، وبعدين يترقى يبقى وزير فاسد يبيع ضميره والقسم اللي اقسمه، وبعدين يبقى رئيس فاسد يبيع البلد جمله وقطاعي، يبيع جزر، غاز، نيل، اراضي، شركات. بيع يا معلم. صفي شركة الحديد والصلب وبيعها، صفي شركة الكوك وبيعها، واخرها من كام يوم يلا نصفي الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو ونبيعها. ومش بعيد قريب نسمع خبر انهم صفوا قناة السويس وباعوها، صفوا الأهرامات وباعوها، صفوا القلعة وباعوها. ما هو طول ما احنا بنربي الفساد وبنعلفه ونخدم عليه، طول ما هو مقدراتك وثرواتك هتهدر يمين وشمال، والنماذج كتير. بعثة الأولمبيات من غير حسيب، صفقات خصخصها من غير رقيب، واحنا اللي نحاسب على المشاريب. يا ابن عمي لازم نسد الإخرام اللي في الخرطوم، المية ما بتوصلش، اخر الخرطوم بينزل يا دوب نقطتين 3 بالعافيه. الخير اللي المفروض يمشي في شرايين البلد واقتصادها بيتسرسب ويسرب. يا جدعان الروشته سهله وبسيطه، باختصار ساووا الصفوف وسدوا الاخرام. سلام. 5 بس وجاي، 5 وراجع، 5 بالحب.